الخسارة صعبة بس الاستسلام مش طبيعي. الشوطة دخلت عندي على السطح كانت هتدمر لي أغلب القطيع، بس بفضل الله وقفتها. هنشوف ازاي أنقذت القطيع من الموت المحقق في الوقت المناسب. خليكم معايا الثلاث دقايق دول وإن شاء الله هتعرفوا إن عملت إيه بالترتيب وإزاي أنقذت القطيع بتاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل غاويين في الدنيا دي كلها، صلوا على النبي يا اخواتي وخليكم معايا في الكلمتين دول عشان كلنا نقدر نقضي على الفيروس اللعين ده ان شاء الله. طبعا انتوا زي ما شفتوا في الشورتات اللي فاتت، الفيروس غدر بيا وزعلني على اغلى ديك على قلبي على السطح، وهو الديك البراهمي. بس الغاوي الشاطر هو اللي يقف على رجله من تاني ويزود القطيع ويخليه من اول وجديد. اول خطوة اخواتي عملتها هي الحصار، اللي هي ايه، رشيت كلور بتركيز عالي جدا شبه خام في كل شبر عشان اموت الفيروس من جذوره، اللي هو لان الفيروس بيبقى مستخبي في الارضية وفي الحوائط وفي كل حتة انتوا تتخيلوها، لان العلاج ملوش لازمة لو كان المكان موجود. هنا بقى التدخل السريع للحالات الصعبة. حقنت كل الطيور المصابة بمضاد حيوي فيروسي، لأن الحالات المصابة زي ما انتوا عارفين هي بتمنع الأكل والمية نهائيا. وهنا لازم يكون البديل إن أنت هتدخل الدواء عن طريق الدم، وهنا بيجي دور الحقن علشان يوقف الموت المفاجئ في وقت سريع جدا. زي ما انتوا شايفين كده باخد نص سنتي من المضاد الحيوي الفيروسي، وبمسك الفرخة من رجلها عشان أديها في الفخذ بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده ماسكها كويس جدا عشان ما اديهاش الحقنه في مكان مش مظبوط، والافضل لو حد يكون ماسكها لي او حاجه عشان ايه ما اعملش، لكن انا عشان متعود فانا واخد بالي كويس ان انا بعمل ايه عشان ما اذيهاش. زي ما انتوا شايفين كده وكده خلاص خدت الحقنه، وبعمل كده مع كل الحالات المصابه. بعد ما حققنا كل الحالات المصابه لازم اهم حاجه نعملها دلوقتي ان احنا نرفع مناعه السليم. غسلت وطهرت السقايات جامد جدا وحطيت رافع مناعة قوي جدا عشان جسم بقية الطيور يقدر يقاوم أي عدوى في الجو. وحطيت غطيين من رافع المناعة قوي جدا ده على السقاية اللي انتوا شايفينها دي، وبتفضل قدام الطيور لمدة 8 ساعات. بعد ال 8 ساعات لازم أبدلها بمية نظيفة. بفضل في الموضوع ده لغاية 3 أيام متواصلين، 8 ساعات مية برفع مناعة والباقي مية حلوة عادية جدا، لأن المية بتاع رفع المناعة لو فضلت أكتر من كده بتبقى مضرة. وزي ما انتوا شايفين كده الحمد لله رب العالمين، ادي القطيع الباقي الحمد لله زي الفل متعافي ونشيط وكله نشاط وحيوية، بياكل وبيشرب وبيتعامل عادي جدا جدا، وده من فضل الله وحده عليا. لو استفدت من تجربتي يا غاوي وعايز تتابع القطيع وهو بيكبر خطوة بخطوة ونتعلم من بعض كل حاجة، يا ريت تنضم لجيش غاوي خسارة بمزاجي، وتشرفني يا صاحبي بالاشتراك في القناة، والقناة بتكبر بيكو وده شرف ليا ووسام على صدري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.